بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميلة؟ عاملين إيه صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. زي ما وعدتكم قلت لكم ان انا كل فيديو هفضل اقول لكم كل يوم فيه كل سنة وانتم طيبين لحد الشهر الكريم ما يجي بالفعل. طبعا زي ما انتم شايفين معايا الشجرة اللي قدامنا دي اسمها شجرة مورينجا. طبعا انتوا عارفين ان المورينجا ليها بتعالج اكتر من مرض، يعني امراض كتيرة جدا. طبعا احنا زارعين في مكان تاني مورينجا، فزرعناها قدام البيت وكبرت بالشكل ده علشان تبقى قريبة لينا، لان كلنا بنستخدمها، خاصة ان هي بتتشرب على غيار الريق قبل الفطار علشان بتخسس وبتنزل الضغط. يعني اللي ضغطه عالي انصحه انه يشرب المورينجا، سواء كانت مزروعة عنده او بيجيبها من عند العطار، وبتخسس جدا. طبعا ده مش اساس الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو بتاعنا يلا بينا. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن زرعة البامية اللي احنا جهزنا لها الارض للزراعة قبل كده، هي ومحصول القلقاس. طبعا الميعاد اللي احنا فيه ده ميعاد زراعة البامية، وبالفعل احنا زرعنا البامية. هوريكم البامية وهي لسه خارجة بعد ما اتزرعت اهي. تعالي كده يا ام احمد عشان تشوري كده. هي دي ايه اهي. ما لسه انا ما جبتهاش لسه. تعالي من هنا عشان انا هاجي مكانك كده. طبعا دي الارض زي ما انتم شايفين مزروعه الباميه اهي. طبعا فجينا نبص عليها. طبعا احنا بصينا عليها قبل كده قبل ما تتروي. دلوقتي الارض مرويه، لقينا الجزء ده طالع الجزء ده كله طالع زي ما انتم شايفين. وده الفحر كلب. طبعا انا جايه النهارده في الفيديو ده اقدم معلومه مهمه جدا. لما بصينا على الزرعه ولقينا ان نص الزرعه طالع والنص التاني لا، فكان لازم وحتما ان انا اعمل الفيديو ده. ليه يا ام اسامه؟ علشان اضيف لاسرتي الكريمه ومشاهدين الكرام المحترمين المعلومه في الميعاد بتاعها. طبعا زي ما انتم شايفين نص طالع ونص لا. طيب يا ترى يا ام اسامه ايه السبب في ان نص طالع في الباميه ونص مش طالع؟ طبعا انا عايزه اروح النص التاني اوريكم ان بعض، لان الارض مرويه مش عارفه امشي فيها. اوريكم الجزء اللي هو مش طالع في الباميه هيكون افضل من الناحيه دي. فايه السبب يا ام اسامه ان نص الباميه طلع والنص التاني ما طلعش؟ يعني لو دققتوا كويس جدا في الفيديو هتلاقوا النص الاولاني ده طالع، حتى الفردة دي الباقي مش طالع. هنا بقى يا جماعة النص اللي مش طالع اهو زي ما انتوا شايفين. الارض مرويه. ما انا هقول سبب الري امتى، احنا ما جبناهوش ليه. اهو ده النص اللي مش طالع اهو. الخط ده تقريبا اهو ما فيهوش ولا واحده لسه. طيب دلوقتي ايه السبب يا ام اسامه ان الارض نص زرعه الباميه طلع والنص لا؟ السبب يا جماعه هنا، السبب الرئيسي حشره الحفار. حشره الحفار يا جماعه لما بتنزل على الزرعه بتقضي عليها تماما من الجذور. طيب وايه الحل يا ام اسامه؟ يعني دلوقتي الباميه مصابه. ايوه الباميه مصابه بالحفار، يعني نصها طلع والنص التاني ما طلعش. لذلك هنعيد زراعة النص اللي ما طلعش. يعني ايه بهنا عندنا في الفلاحين بنسميها ترقيع البامية. الترقيع ده يعني احنا هنزرع البامية مرة تانية في الأماكن اللي ما طلعتش. لذلك احنا هنزرع في النص اللي هو ما طلعش كله. مش هتبقى متأخرة يا ام أسامة؟ لا طبعا مش هتبقى متأخرة، بس أول حاجة لازم نعملها قبل إجراء عملية الترقيع إن إحنا لازم نقضي على الحفار. طب إزاي؟ طب أنت ليه ما صورتيش عملية الري يا ام أسامة؟ ليه؟ لأن إحنا روينا بالليل. تمام؟
طب في حاجة مهمة جدا، احنا روينا بالليل لان كنا بنروي القمح والجو كان هوا، مكانش ينفع ابدا نروي بالنهار علشان الغلة او القمح ما يرقدش. طيب يا أسامة ازاي هتعالجي الحفار؟ هعالج الحفار ازاي؟ اثناء اثناء اجراء عملية الري في حاجة اسمها الجاز الكيروسين. طبعا كلنا عارفين الجاز او الكيروسين بيجي منين، سواء كان كيروسين ابيض او كيروسين احمر. يعني سواء كان جاز ابيض او كان جاز احمر، ده بيفيد في العلاج. هتعمليه ايه؟ هتعالجي بيه الحفار يا أسامة وفعلا هتقضي عليه؟ ايوه، الكيروسين بيقضي على الحفار سريعا، لان الوقت اللي احنا فيه ده تقريبا مفيش حد عنده مفيش حد في الفلاحين عاد عنده ذرة فوق السطح. يعني ايه يا أسامة؟ لاني هقول لكم ان في مبيد اساسي لحشرة الحفار. طبعا زي ما انا بقول او بتكلم معاكم ان مفيش فلاحين عندهم ذرة فوق السطح دلوقتي. ليه يا أسامة؟ لان المبيد الحشري الاساسي للحفار بينضاف عليه دي شيشة. بنقشر الذرة اللي هو الذرة بتاعنا، الذرة العادي، ونقشره ونفرطه ونمسكه ندشه في المدشة، وبنجيبه نحط عليه المبيد الحشري بتاع الايه الحفار. ففي بديل دلوقتي، في بديل، مفيش ده في ده. البديل بتاعنا النهارده كان اثناء اجراء عمليه الري كان الجاز الاحمر. طبعا انتوا عارفين ان الجاز الابيض مش متوفر، فكان الجاز الاحمر زي ما انتوا شايفين معايا، وجبته كمان عشان اوريه لكم بالفعل. واثناء عمليه الري حطينا الازازه على القنايه او على مجرى الماء، وبقت تنقط فيها كده بالراحه. وطبعا ما كانتش الميه وفيره او غزيره علشان نروي الجزء اللي مزروع فيه الباميه ببطء. ليه يا أسامة؟ عشان نضمن ان كل شبر في الارض وصلته الميه اللي منضاف عليها الكيروسين او الجاز. طب وبالفعل يا أسامة كيروسين بيقضي على الحفار؟ ايوه، دي معلومه من فلاح اصيل. يعني اللي عمل كده فلاح اصيل ومجربها قبل كده. فالحلول، في حلول لكل حاجه، مفيش حاجه اسمها ملهاش حل، مفيش ده يبقى في ده. وان شاء الله وتمت بالفعل اجراء عمليه الري زي ما انتم شايفين. الفيديو القادم باذن الله ان شاء الله كده على خير هنرقع الباميه مع بعض زي ما قلت لكم، اجراء عمليه الترقيع اللي هي اعاده زراعه الباميه مره اخرى. طيب هنا دلوقتي دي بسم الله ما شاء الله طينه زي ما انتم شايفين. التين اللي هو البرشوم يا جماعه اتزرعت عقله. التين البرشومي هنا لما زرعناه عقله، والعقله ما شاء الله ربنا بارك فيها ونزل الروح فيها بقدرته وخضرت بقى بتطلع يا أسامة. ايوه، زمان ايام بيت العيله قبل ما نتجوز كلنا كان عندنا شجره تين كبيره، كان قدام بيتنا واسع بقى، ما كانش اتبنى لسه، وكان مزروع فيه تين وموز وحاجات كتير. فكانت بتطلع فعلا تين وكان بيستوي وكنا بنسابق عليه كمان. طبعا دي هنا عنبه مخضره، طبعا ده وقت تخضير العنب. ده جدر اتزرع برضو عقله زي ما انتم شايفين، مش جايه جاهزه، اتزرعت عقله في ميعاد الزراعه بتاعتها وخضرت بالشكل ده، اللهم بارك. ودي زيتونه برضو شجرة الجوافة بتاعتها. طبعا ام احمد بتوريكم شجره الجوافه مره تانية على طول. كل ما تيجي هنا تقولك شجره الجوافه بتاعتنا، الجوافه دي بتطلع يا أسامة. ايوه، وبتطرح ما شاء الله. الجوافه بتاعتها حلوه، ما دقتهاش بصراحه بس هي حلوه. بشوفها، بص انا ببص عليها من الشباك بلاقيها محمله، الشجره محمله ما شاء الله عليها، جميله يعني. طبعا ده يا جماعه كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم واكون قدرت اقدم لكم معلومه مفيده. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعمكم لأم أسامة وتشجيعكم لينا. بس في حاجه عايزه اوريها لكم، اوريكم مدى تاثير الهواء على القمح لما بيتروي اثناء وجود الهواء. يلا بينا قبل ما اقفل كده.
طبعا احنا الصبح المنظر جميل بصراحة. إيه، هو مش اخضر بقى زي ما قلت لكم في فيديو سابق ان خلاص القمح قرب يستوي واصفر خلاص كله ما بقاش اخضر. طبعا كان في نسمة هواء بسيطة جدا اثناء عملية الري. شوشي كده. هاجي كده علشان تبان من بعيد. بدأ هنا انه القمح يتأثر فعلا. شايفين نايم ازاي؟ نايم ازاي؟ كان يعني لو روينا بالنهار والهواء شغال كان القمح ده كله رقد. وطبعا لما القمح بيرقد او زرعة القمح بتتأثر بالري والهواء ما بتجيبش محصول. طبعا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. ان شاء الله اشوفكم على فيديو قادم بإذن الله على خير، وكل سنة وانتم طيبين.